بكم في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في أحداثك الكروية. ايه هو السبب اللي يخلي صفقة محمد علي بن رمضان تتأخر لحد دلوقتي وما تتمش؟ أنا هقول لكم ايه هو السبب. صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، هل هتتم؟ اتحاد الكورة يضع العقدة في المنشار أمام الأهلي، والإسماعيلي يفوز على سموحة بنتيجة 2-0 بقدم الفلسطيني خالد النبريسي، وينتظر الفائز بين الزمالك وطلائع الجيش. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه. يلا بينا على التفاصيل. سبب تأخير صفقة محمد علي بن رمضان لحد دلوقتي من الآخر كده وبدون ذكر أسماء، الأهلي كان واصل مع محمد علي بن رمضان ل2.5 مليون دولار، ده غير بقى طبعا البونص. لكن في نادي مصري اتدخل مع النادي النرويجي، قال أنا هشتري محمد علي بن رمضان ب5 مليون دولار، بس ادوني أسبوع بالكتير قوي وهنخلص إن شاء الله الصفقة. طبعا أي حد مكان النادي ده كان هيوافق وهيقول لهم تمام خلاص مفيش مشكلة هنستنى الأسبوع. وللاسف اللي حصل ان النادي ده كان داخل بنيه انه يبوظ الصفقه على الاهلي، مش نيه انه يشتري اللاعب خالص، بدليل ان لحد دلوقتي فات 5 ايام ومفيش اي رد ولا صوت، وهيعدوا اليومين برضو وانا متاكده و99% و9 من 10 و9 مني معاهم ان مفيش اي جديد. وساعتها الاهلي ممكن يفوت ساعتها النادي المجري على ال2.5 مليون دولار ويقلل رب ضرة نافعة الى الامام يا اهلي. اما بقى بالنسبه للصفقه التبادليه ما بين الاهلي وبيراميدز، فبدات بوسيط من خلال وكيل لاعبين مشهور، وقال ان بيراميدز عايز حمزه علاء، لكن محمود الخطيب رفض وبشده. فطبعا وكيل اللاعبين رجع لنادي بيراميدز وقال لهم الكلام ده. نادي بيراميدز يسكت على كده؟ اكيد لا طبعا ما يسكتش، راح يقترح عليهم صفقه تبادليه ان هم ياخدوا حمزه علاء ويدوا الاهلي اسامه جلال. طبعا كابتن محمود الخطيب كيفوا الكلام ده ووافق عليه، وفي الاخر برضه هنشوف الصفقه هتتم ولا لا، والايام هتثبت الكلام ده. اما بقى بالنسبه لاتحاد الكوره واللي بيعمله مع النادي الاهلي، وبنرجع نصيح ونفضل نقول الدوري اتاخر والاهلي السبب ومعرفش ايه، للاسف اتحاد الكوره حط نهايه الدوري في الموسم الجديد يوم 30/6 يكون المفروض نهايه الدوري، بس هو نسي او عمل نفسه نسي الله اعلم. بس هو الاهلي عموما هيخش كاس العالم للانديه الموسعه في امريكا يوم 15/6، يوم 15/6 يعني بدايه البطوله يوم 15/6. والفيفا اكد على كل الانديه ان انتوا لازم تبقوا موجودين قبل يوم 15/6 ب5 ايام على الاقل، يعني هيبقى يوم 10/6، والبطولة طبعا هتبتدي 15/6 وهتنتهي 15/7. اقنعوني انتوا ازاي بقى ان البطولة هتبتدي 15/6 وهتنتهي 18/7 والدوري المصري اصلا هينتهي 30/6؟ يبقى كده مفيش غير حل واحد، انك بتحط العقدة في المنشار للنادي الاهلي. انتوا عايزين ايه بقى بالظبط؟ عايزين النادي الاهلي يعتذر عن بطولة كاس العالم للاندية ولا تكمل بالاشبال؟ يا ريت يا جماعة بجد حرفيا ما تنسوش ان الاهلي بيمثل مصر في اول حدث تاريخي من نوعه، يبقى لازم كلنا نقف جنبه وما نعطلوش الملاكب السايلة.